تاني واول خبر معانا يمكن خبر غريب شويه. عمرو زكي يقترب من الاهلي، هل الكلام ده صح ام خطا؟ ولكن هي الاقاويل يعني الناس بتقولها جوه الوسط. في حاجات بتتقال كده، وفي شويه يعني حاجات بتبان. خلينا نقول ان عمرو زكي يعني اللي عرفناه من جوه لجنه شؤون اللاعبين ان عمرو زكي يحق ليه تماما فسخ عقده. عمرو زكي لم ياخذ قرشا من نادي الزمالك لمده 8 شهور من الموسم الماضي ومقدم عقد الموسم الحالي. حالته كما حاله حسين ياسر المحمدي، ولكن حسين ياسر استعجل نوعا ما وراح مضى في نادي وكان ما خدش لسه جواب الفسخ. عمرو زكي يمكن بيعمل هذا الكلام، بيفسخ العقد الاول عشان ما يبقاش في اي ديون لهذه المشكله. عمرو زكي يعني انا شايف او ان هو في اصرار ان هو هيسيب نادي الزمالك. عمرو زكي يقال ان ممكن يكون في النادي الاهلي بعد ما يفسخ عقده، لكن طبعا ما حدش هيقول الكلام ده، او هو نفسه مش هيقول الكلام ده. خلينا نسيب يعني انا هخش موضوع عمرو زكي، ولكن خلينا الاول ناخد حاجه مهمه جدا جدا، يمكن اول حلقه